مين لسه ما سمعش اغنيه وبعدين بتاعت كاريوكي؟ اكيد كل اللي بيسمعها بيحس بحاله كده من حالات عوده الشغف بطريقه عبقريه. واظن عرفتوا النهارده احنا هنتكلم عن مين؟ عن ريفو الجزء الثاني. يلا بينا بدون مقدمات نخش في الموضوع على طول، بس ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس، ولو الحلقه عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير. انا رامز عادل وده المغبقنجي. يلا بينا. طبعا مبدئيا كده كده جيل التسعينات هو اكتر جيل هينبهر بالمسلسل ده جدا. خلينا نقول في الاول ان ريفو مسلسل من مسلسلات الجزئين، واللي ما اتفرجش على الجزء الاول مش هيفهم الجزء التاني اصلا بيتكلم عن ايه، لانه بيكمله بالظبط. فلازم تتفرج على الجزء الاول عشان تقدر تشوف معانا الجزء التاني وتخش معانا في المود. فلو انت ما اتفرجتش على الجزء الاول ما تتفرجش على الحلقه دي، روح اتفرج على الجزء الاول وبعد كده تعالى شوف الحلقه. وطبعا اللي ما اتفرجش هيقول لي المسلسل يستاهل كل الضجه اللي اتعملت له دي، هقول لك يستاهل جدا. وانا واحد من الناس اللي قبل ما اتفرج على الجزء الاول كنت حاسس ان هيبقى مسلسل مش قد كده او دون المستوى، مسلسل عادي وخلاص، خصوصا ان امير عيد مش مصنف اصلا انه ممثل جامد. بس طبعا اول ما اتفرجت غيرت رايي تماما، وده بصراحه بسبب توظيفه في الدور اللي كان فيه جدا جدا. خلينا نرجع بقى لجيل التسعينات. ليه المسلسل ده الجيل ده بالذات هو اكتر جيل هيحبه؟ لانه جزء من حاجات كتير احنا عشناها بكل تفاصيلها. ده يمكن لما تتفرج على المسلسل تحس انك واحد من الناس دي. المسلسل خدني كده لحالة نوستالجيا وعودة للماضي، وخلاني عايش في حالة بقالي كتير قوي ما حسيتهاش، وهي عودة الشغف مرة تانية. المسلسل بيدخلك في احداث وبيخليك تشوف صورة انت كنت مفتقدها من بدري قوي. الحقيقه يا جماعه ان مسلسل ريفو اتعمل باتقان شديد جدا عشان يقدروا يوصلوا لنا احساس التسعينات والعجمي والبندات في الوقت ده كانت عامله ازاي، وعلاقه الشباب ببعضها، وعلاقه الشباب كمان بالبنات في الوقت ده كانت عامله ازاي، في اطار من الدراما والغموض بشكل لطيف جدا وسلس جدا جدا، من غير ما تحس ان في اي حاجه مش مريحاك. وانا مش عايز احكي عنه بتفاصيل عشان ما احرقوش. نسيت اقول لكم ان من اهم الحاجات اللي في المسلسل ده هي اغاني المسلسل نفسها، اللي هي بيغنيها كاريوكي، واللي بتتغنى بطريقه الباند، واللي هي كل حلقه بتبقى اقوى من اللي قبلها. بجد يا جماعه الاغاني فعلا مش عايزه تخرج من مخي، برددها في كل حته وبسمعها برضو في كل حته. وبرغم ان ممكن تكون قصه المسلسل فيها اكلاشيهات شويه، بس الحاله بتاعته خلتني ما اشوفش كل ده خالص. بالعكس جدا، انا عندي استعداد اتفرج عليه مرة تانية. يعني بعد كام سنة كده هيبقى في مود كده لما يجي للبني ادمين هيسموه مود اتفرج على ريفو. اكيد كلكم بتقولوا ان انا متحيز جدا. بصراحة انا عارف انكم عايزين تقولوا ان انا متحيز جدا للمسلسل ده، لانه فعلا خطفني، خدني في حالة انا مش بتمنى اخرج منها. واكتر حاجة ضايقتني في المسلسل ده هو انه خلص للاسف. يعني كنت اتمنى يعملوا منه اجزاء تانية، بس للاسف الجزء التاني هو ده النهاية. وخلينا بقى نيجي للجزئية التانية، هي أداء الممثلين واختيارهم في الأدوار. وطبعا المسلسل ده كان بطولة شبابية جماعية، بداية من أمير عيد وتامر هاشم، اللي طبعا هم أصلا جزء من بند حقيقي اسمه كاريوكي، وأدائهم اللي كان رائع. توظيف أمير عيد زي ما قلت لكم في الأول حاجة في منتهى الجمال، خصوصا إن هو ممثل مش جامد قوي. وتامر هاشم بيمثل بسلاسة رهيبة، تحس إنه ما عندوش مشكلة وتحسها حياته أصلا مش بيصطنعها. وده ظهر على الشاشة بشكل طبيعي جدا من غير ما نحس ان في اي حاجة مش مظبوطة. وطبعا بقى نيجي لصدق صخر، اللي من وجهة نظر انا الشخصية انه عمل دور تاريخي بالنسبة له. صخر ما كانش بيمثل، صخر عاش الحالة بكل تفاصيلها وبمصداقية رهيبة، لدرجة انه غالبا ما كانش فاهم ان هو اصلا حد تاني. وانا شايف ان دي هتكون نقطة تحول ليه كبيرة جدا في مشواره اللي جاي. وبافتكروا كلامي. وحسن ابو الروس، اللي انا شايف انه تم اكتشافه من اول وجديد، ممثل قوي جدا جدا، غير حسن ابو الروس الكوميديان والمغني اللي احنا عارفينه. بس هو المرة دي عمل بوم. اما مين النجار فده اكتشاف مستقبل نجم بيمثل وهو سايب ايده. السهل الممتنع، مبدع جدا جدا. وسارة عبد الرحمن وعمرو جمال جامدين لابعد الحدود، ادوار سخيفة ومركبة وتضايق فعلا، واتقنوها بحذافيرها بجد، جامدين لابعد الحدود. وملك الحسيني عملت دور حلو قوي، يمكن مساحتها ما كانتش كبيره بس قدرت توصل لي مشاعرها. وراكين سعد شابوه، مش هقول لك اكتر من كده. ده غير باقي الكرو
اللي عملوا شغل جامد قوي، بدايه من الممثل التقيل قوي محسن محي الدين اللي ابهرني بادائه الغير تقليدي وطبيعي جدا، والشباب اللي طالعين اللي هيبقى ليهم مستقبل قوي قوي. والحاجه الثالثه اللي ابهرتني بشكل مهول هي الموسيقى التصويريه بتاعه المسلسل كله، حاجه كده عظمه في قمه الروعه. بصراحه المشاهد اللي بتبقى صامته الموسيقى بتعبر لي روح المشهد بكل سلاسه. وساري هاني انا شايف ان هو فنان جامد قوي، وعمل اكتر من عمل جامدين جدا، والموسيقى بتاعته مميزة ومعروفة. اظن ان هو ماشي على نهج هانز زيمر اللي الموسيقى بتاعته بتتكلم لوحدها، وحابب احييه بشكل شخصي. اما الصورة والكادرات بقى فهم ولا امتع من كده، تسعينات بكل معنى الكلمة. الموضوع كان متعوب فيها قوي، واضح ان هما الاتنين عملوا حاجة بيحبوها قوي. يعني الموضوع مش مجرد مسلسل ويلا بينا، لا خالص، ده المسلسل متعوب فيه ومترتب ومتفنط، وكل التفاصيل واضحة ومتفقين على كل حاجة من البداية. وطبعا في مفاجأة ان المسلسل ده هو ان اول مسلسل ليحيى اسماعيل، وتقريبا كان قبل المسلسل ده قرر يعتزل الاخراج لانه كان مخرج اعلانات بس، وكان زهق قوي من الموضوع ده، وكان اعلن ان هو مش هيشتغل تاني. ولما جاله المسلسل ده رجعه وقال ان المسلسل ده حياني من تاني، وده اول عمل ليحيى اسماعيل. فبجد شابوه جدا ان ده يكون اول عمل ليك وتطلع بالشكل والجودة دي، فانا بحييك بشكل شخصي. ومحمد ناير مؤلف واضح جدا وشاطر جدا، وانا شخصيا بحب كتاباته، شابوه يا فنان. والمسلسل عمل حالة من حالات رجوع الروح مرة تانية، واظن انهم قفلوه بشكل جيد جدا. اكيد كلكم دلوقتي بتسألوا السؤال، يعني المسلسل ما فيهوش اي سلبيات خالص؟ هقول لك لا طبعا في سلبيات، وخلينا نقول ان اول سلبية هتكون مفاجأة، وهو ان الجزء التاني كله كان ممكن ما ينزلش لو هم بس زودوا حلقتين في الجزء الاول. يعني الجزء التاني كله لو كان اتشال واتحط مكانه حلقتين في الجزء الاول كان الحوار خلص، لان انا شايف ان الجزء التاني كان فيه مط شويه حلوين في الاحداث عشان نعرف الحقيقه، ودي حاجه من الحاجات اللي ما كنتش بحبها. بخلاف ان كان في تركيز على علاقه شادي بنور اللي عايزين يبرزوها، بس في مقابل ده ان هم كانوا بيمنتجوا علاقه شادي بسارة عبد الرحمن، واللي انا كنت شايف ان دي علاقه قويه كانت محتاجه تبان اكتر من كده، او يبقى فيها احداث اكتر من كده. وطبعا نزول الالبوم والتفاصيل خدت وقت كبير جدا، كان ممكن تكون اقل من كده بكتير. وزي ما قلت لكم اهمال علاقه شادي بسارة عبد الرحمن، واظن ان العلاقه دي كان لازم تاخد وقت وتفاصيل اكتر من كده بكتير، لان كان فيها نديه رهيبه، خصوصا ان شخصيه سارة كانت شخصيه الفالين وعاملاها بطريقه مميزه جدا، بنت صغيره وبتكبر على اللي هي بتشوفه ده. وطبعا كان في بعض التفاصيل فيها افوره، زي صخر لما حلم بشادي كده وحب التفاصيل من القبيل ده، كنت حاسس انها ممكن تتعمل بشكل الطف من كده، ده بخلاف بعض الاسئله اللي كانت بتدور وما اتقفلتش. بس انا مش عايز اقولها عشان ما احرقش الاحداث، بس يا ريت اللي يتفرج يقول هل وصلوا نفس احساسي ولا لا. وراقين سعد اللي طول المسلسل بيتقطر لها المعلومات واحده واحده، كنت شايف ان الموضوع ابسط من كده بكتير، وكان ممكن يتقال لها التفاصيل بشكل سهل وبسيط، اللي هو قلته لكم في الاول ان هم كانوا ممكن يبقوا حلقتين زياده على الجزء الاول ويخلصوا الموضوع. بس ده ما يمنعش ان المسلسل من حلاوته خلانا اشوفه كله. وخلينا برضو عشان ما نبقاش قاسيين قوي على المخرج يحيى اسماعيل، وده اول اخراج ليه، فخلينا نقول لا، هو عمل جزء كبير كويس جدا. انا بس عاتب جدا على حته المط اللي انا ما بحبهاش، وبجد اتمنى اشوف الفتره الجايه قصص كتير بشباب وحاجات مختلفه بالشكل ده. وانا انبسطت بشكل عام بمسلسل ريفو، وخلينا نقول تقييمنا للجزء ده هو 7.5 من 10، وده اقل من الجزء الاول اللي كان بياخد حوالي 9 من 10. وطبعا اكيد انتوا فهمتوا ان نزوله ده بسبب المط بس ده مش معناه ان هو وحش، بالعكس خالص، هو بس المط اللي انا ما حبيتهوش، لكن غير كده هو مسلسل قوي جدا، وبرشحه لكم بقوه لو انتوا عايزين تتفرجوا على حاجه من جواكوا تغير لكم مودكم. وخلينا متفقين زي العادي، هستنى رأيكم في الكومنتات حتى لو مختلف معايا، برضو ده هيبسطني جدا. وخلينا نتناقش مع بعض وقول لي حبيت انهي جزء اكتر، الاول ولا التاني. بس في حاجة تانية يهمنا اعرفها، ايه اكتر اغنية علمت معاكم في المسلسل ده؟ لان انا شخصيا في اغاني معلمة معايا ومش عارف اخرجها بره دماغي. وطبعا اخيرا ما تنسوش الاشتراك في القناة وتتابعوا حساباتي اللي موجودة في الديسكريبشن تحت الفيديو، ولو عجبتكم الحلقة لايك وشير كتير بقى. اشوفكم الحلقة الجاية. انا رامز عادل، وده المغبقنجي. سلام.